لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين كعهدنا به دائما، أبدى حفظه الله استعداد الحكومة الكامل للنظر في جميع الاقتراحات التي يستوجب القيام بها الآن من قبل القطاع الخاص، حتى يمكن النظر في التأكد أن القطاع الخاص أو القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين الذي يستحوذ على حوالي 90% من العمالة، بالتالي يجب أن نعطي كل الدعم حتى يتمكن من استعادة أنفاسه. هذه الزيارة كان لها عظيم الأثر في نفوسنا، بالتالي الآن نحن بصدد التعاون مع اللجان المالية لمجلس الشورى ومجلس النواب بتشكيل لجنة مؤقتة تشمل أيضا ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين للنظر في رفع مرئيات الغرفة إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فيما يتعلق بإعطاء المزيد من التسهيلات للقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين. على سبيل المثال لا الحصر فيما تشمل إلغاء أو تجميد العديد من الرسوم المفروضة الآن على القطاع الخاص. نحن نقول هذه حالة استثنائية، وبالتالي التعامل معها يجب أن يكون استثنائيا. تجميد العديد من الرسوم، على سبيل المثال رسوم تنظيم سوق العمل، البلدية، الرسوم الجمركية، التأمينات الاجتماعية. أيضا النظر في إعطاء المزيد من المرونة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، لأنه هو له دور كبير جدا في تحقيق النشاط الاقتصادي في المملكة. هناك أيضا توجيه بضرورة استمرار الحكومة الموقرة بمواصلة عملية البنية الأساسية، بمعنى الإنفاق العام يجب أن يستمر بنفس الوتيرة السابقة إن لم يكن أكثر. أيضا هناك ضرورة إلى الإسراع في تسديد مستحقات جميع التجار والمقاولين الذين يتعاملون مع الجهات الرسمية. هناك أيضا فكرة تأسيس صندوق يقوم بالنظر في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤسسات المتعثرة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما ذكرت تشمل حوالي 80 إلى 90% من اقتصاد البحرين، وبالتالي هناك ضرورة للنظر في إغاثة أو إعانة هذه المؤسسات.